السلام عليكم. المعلم حسن شحاتة مدرب المنتخب المصري والإعلام المصري يفجرون مفاجأة كبيرة للمنتخب الجزائري بعد الفوز على المنتخب النيجر. قبل ما نبدأ الخبر ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قال المعلم حسن شحاتة لصحيفة اليوم المصرية أن فوز المنتخب الجزائري على منتخب النيجر وتصدره المجموعة ب 12 نقطة سيجعل المنتخب الجزائري يطير إلى كوت ديفوار، وهذه بداية جيدة للمنتخب الجزائري أن يكون أول الفرق المتأهلة إلى كوت ديفوار. وقال شحاتة: المنتخب الجزائري حرم من الوصول إلى كأس العالم بسبب الكوارث التحكيمية. وقال أيضا: الجزائر تمتلك العديد من العناصر القوية التي لها دفعة قوية وتأثير جيد على المنتخب الجزائر، كما يلعبون بروح قتالية عالية، ونحن نحلم أن يعود المنتخب الجزائري إلى القمة مرة أخرى. وقال الإعلام الكبير أحمد شوبير: تمنيت أن يكون المنتخب الجزائري في منافسات كأس العالم التي أقيمت بقطر. وقال أيضا: الجزائر دفعت بلاعبين صغار سيساهمون مع المنتخب الجزائري وسيأخذون الخبرة من اللاعبين الكبار مثل بونجاح ورياض محرز والريس بو ملحي والبليلي. وأخيرا لو أنت من عشاق المنتخب الجزائري ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.